وأجوركم. فلما ركب جواده وطلب البراز رأوه بنو أمية متوجها إلى الفرات، قوموا الأسنة وأطلقوا الأعنة ورموه بالسهام والنبال وانبعثوا لحربه مثل الرمال، وهو يرتجز ويقول: لا أرهب الموت إذا الموت رقى، حتى أوارى في المصالي تلقى، نفسي لسبط المصطفى الطهر وقى، إني أنا العباس أغدو بالسقاء. يقول إسحاق بن حويه: والله لما حمل العباس صعدنا على التلال وثورنا عليه السهام والنبال، حتى صار درعه كالقنفذ، فوالله كان كالجبل الأشم، لا تحركه العواصف ولا تزيله القواصف. نعم يا أمير المؤمنين، ردنا حيدر كربلاء بيها يشوف شلون أبو فاضل لكدها على الصفوف، من لكدها صار خطاف النفوس، أرض ما تنشاف بس منثور روس، صاره العريس والكون العروس، وهي تتثنى ومبسولة الزنوف، تبسلت لم الحرب لجلة تموج، وكربلة كلها من ابو فاضل تلوج، الشرد منع والمصوب ظل يفوت، سال دمها وجرت وديان الطفوف تسيل من سيف المخيف، واجنا بالكون لجناح رفيف، من ركب ونشاف صار لهم رجيف، مثل حيدر بالوغى يوم معروف، كلهم يعرفون الباري سلطه، ويا رمشة عين عنهم ما بطه، حوم وتلوله على سرب القطه، فرت بجيمان هذيك الالوف، رفوف صارت هجت من ابن الفحل، ويد صار لهم شبه دوي النحل، قام يتهلهل ضرب ذاك المحل، مطرب باسم على لمع السيوف، مطرب على سيوفها وبيها رعد، شبه صعصع لمزلازلها وصعد، بيوم عزرائيل ذبكة في يد قعد، وظل بدال سيف ابو فاضل خطوف، ارواح يخطف يشبه الداحي الباب، ويوم ابو فاضل مثل يوم العذاب، من وصلهم هدد عبر الركاب، ولو اسكندر ما قدر للدم يروف، من يروف الدم ابو فاضل فزع. نعم سيدي ابا عبد الله، يعز علينا يعز عليك يا ابا عبد الله، ينظر الى اخيه من جانب مستر بهذه الشجاعه، لكن من جانب اخر اخاه وحيدا بين الاعداء. نعم غاص في اوساطهم، شد عليهم، حمل على الميمنه ثم على الميسره، كسر الجيش ثم حمل على القلب. نعم قتل منهم مقتل عظيم، ذكرهم بعلي عليه السلام، ثم بعد ذلك توجه نحو المشرعة، حتى كان عليها 4000 مقاتل، فكشفهم عن المشرعة ونزل إلى الفرايات. قال إمامنا السجاد: كان قلب عمي العباس كصالية الجمر من العطش. لما وصل إلى الفرات ملأ القربة، شاف ماء الفرات بارد، وضعها على منكبه الأيسر، ثم بعد ذلك مد يديه، اقترف الماء بيديه، قربه من فمه الطاهر، أراد أن يشرب، فتذكر عطش الحسين وأهل بيته ونسائه، وتذكر سكينة عندما تعلقت بثوبه: عم عباس أنا عطشانة. ثم رمى الماء من يده وأنشأ يقول: يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أو تكوني، هذا حسين وارد المنون، وتشربين بارد المعين، هيهات ما
قلبه من العطش نيران تلهب، ذكرك بدت عضيده والدمع صاب، ذبوا علي قال الماء يحرم. هاجركم الله. ثم أخذ القربة. قال ثم إن العباس ركب جواده ويمم نحو الحسين عليه السلام والقوم ينظرونه، فصاح فيهم عمر بن سعد وقال: يا ويلكم، خذوه ولا تغفلوا عنه حتى تقتلوه قبل أن يصل بالماء إلى الحسين، فوالله لئن شرب الحسين الماء ليقتلكم عن آخركم. فابتدر القوم إلى العباس عليه السلام مسرعين بالسيوف والرماح، وقد أثخنوه بالنبل، فصبر لهم وانتدب عليهم ندبة علوية، وصاح فيهم صيحة هاشمية، وجعلوا يرشقونه بالنبال وهو يجادلهم دون نفسه، فتباعدوا عنه من اليمين إلى الشمال، فعلى جواده وطلب خيمة النساء، فقطعوا عليه الطريق وجعلوا يرشقونه بالنبال وهو يحمل عليهم من اليمين إلى الشمال. عظم الله أجورنا وأجوركم. قال الراوي: لم يقدروا عليه إلا عندما نصبوا له الكمائن. قال بينما هو كذلك يقاتل قتال الأبطال إذ كمن له لعين من وراء نخله، فلما مر به العباس ضربه على يمينه فقطعها، وأخذ السيف بشماله وشد على القوم وهو يرتجز ويقول: والله لو قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين، سبط النبي الطاهر الأمين، لم يعبأ بالقوم ولم يعبأ بيمينه، وكان همه إيصال الماء إلى مخيم الحسين عليه السلام. قال بينما هو كذلك إذ كمن له لعير آخر من وراء نخله، فلما مر به الراس ضربه على شماله فقطعها. آجركم الله. قال بينما هو كذلك وإذا بسهم ميشوم أصاب القربة وأريق ماؤها، فوقف العباس متحيرا، لا كفين يقاتل بهما ولا ماء يعود به إلى الخيام. عظم الله أجورنا وأجوركم. قال الراوي بينما هو كذلك وإذا بسهم ميشوم من ظالم غيشوم أصابه في عينه، أين من نادى وعباسا، فوقف العباس بأبي وأمي على ذلك الحال. قال فلم نعم يكترث بذلك، نعم العباس عليه السلام على ذلك الحال ويرى القربة وقد أريق ماؤها وكفيه قد قطعا، نعم وسهم أصابه في عينه، لم يكتفوا بذلك. قال بينما هو كذلك وقف متحيرا وإذا بلعيب من خلفه يحمل بيده عمودا من حديد، أصاب العباس، ضرب العباس على رأسه آجركم الله، فهو العباس على الثرى. لا أدري كيف استقبل العباس الأرض، صدره مليء بالسهام والرماح،
قطيعتان فكيف استقبل الأرض عندما هوى من على ظهر جواده. فهوى إلى الأرض مناديا أخي أبا عبد الله عليك مني السلام. ناداه الحسين من مركزه الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بي عدوي. فانقض عليه الحسين كالليث الغضبان أقبل إليه فرقهم يمينا وشمالا ثم جاء فصار يبحث عن شيء في الأرض. يقول حميد بن مسلم لما أقبل الحسين إلى أخيه أبي الفضل ما راح إليه مباشرة إنما صار يبحث عن شيء في الأرض. نظرنا وإذا به قد رفع كفي أبي الفضل العباس ثم صار يبحث عن شيء آخر. دققنا النظر وإذا به قد رفع عمامة العباس ثم أقبل إلى أخيه رآه بذلك الحال قطيع الكفين والسهم نابت في العين. ماذا يصنع الحسين؟ ألقى بنفسه إلى جنب أخيه أبي الفاضل بكى عليه بكاء الثكلى. رواية تقول أن العباس لما سمع وقع أقدام ظن أنه رجل من الأعداء قال يا هذا أمهلني حتى يأتي ابن والدي. قال ما تريد منه؟ قال أودعه ويودعني. قال أخي أبا الفضل أنا أخوك الحسين. قال أخي ما تريد أن تصنع؟ قال أريد حملك إلى الخيام. قل يا أخو يا حسين خليني بمكاني. يقل ليش يا زهرة زماني؟ يقل وعدت سكنة وتراني بماي ومستحي منها وما قدار. يقل يسات سكنة من الماي اخويا تجي يمي ذليلة وتوجبه ذاي ومن العطش رادت تجي وياي وتقلك وين وعدك يا مشكر. اخويا ما درت لانك رمية وهي برجواك تسقيها مية. يا اخويا منين جتني هالرزية وتقضي بالشمس والميدان والحار. أجركم الله. قال أخي يريد حملك إلى الخيام. قال بالله عليك إلا ما تركتني هنا. قال لما أخي أبا الفاضل؟ قال أخي أبا عبد الله لثلاث قد نزلن بي. الأولى نزل بي الموت الذي لا بد منه، والثانية أني وعدت النساء بالماء وأستحي أن تراني على هذا الحال، والثالثة أنا أريد أواسيك أبا عبد الله أنت بعد ساعة إذا قتلت من الذي يحملك إلى الخيام؟ لكن بعد ذلك أبو الفاضل قال للحسين أخي أبا عبد الله عندي طلب أخير. قال عباس قل ما هو الطلب؟ قال أخي أبا عبد الله أريد أشوفك للمرة الأخيرة، لكن عين وقع فيها السهم والعين الأخرى سالت فيها الدماء من رأسي، والحال أن يداه قطيعتان فكيف يمسح دماء عينيه؟ الرواية تقول فمسح الحسين الدماء من عين أبي الفاضل. نظر إلى أخيه الحسين وسالت دموعه على خده. أجركم الله. ثم أن العباس دفع رأسه من حجر الحسين إلى الأرض فأخذه الحسين أرجعه إلى حجره، دفعه مرة ثانية ومرة ثالثة، فعلم الحسين أن العباس ينازع الموت. أجركم الله. قال الراوي بينما هو كذلك أجركم الله وإذا بروح أبي الفضل قاضت أين من نادى وسيدا وعباد
ابي الفاضل. قال له حرام العيش من بعدك يا ابو فاضل، حرام العيش، ويا حرام العيش من بعدك يا ابو فاضل، حرام العيش. يا اخويا من تظل هنا الدلل مخيم بيش، يا اخويا شقل الحرم لو قال امرني انا رجعت وحدك ليش. قام الحسين عليه السلام وعاد الى الخيام وكان محتوجب الظهر. يقولون زينب عليه السلام كانت واقفه بباب الخيام. يرجعون اخواني اثنيناتهم لو يرجع واحد منهم لحظات واذا بالحسين قد اقبل. الروايه تقول كان يكفكف دموعه بكمه، يعني بطرف ردانه يمسح دموع الحسين. وصل الحسين الى الخيمه، كلمته زينب فلم يكلمها، كلمته فلم يكلمها، كلمته فلم يكلمها، بل ذهب إلى خيمة أخيه بالفضل. أسقط عمود الخيمة، ضجت النساء بالعويل والبكاء والصراخ، ونادت زينب. وكل احنا خلنا نصيح مع زينب. اليوم يوم العباس، اللي عنده حاجة شافت زينب خيمة العباس قد هوت إلى الأرض، نادت وأخاه وعباسا. قال الإمام الصادق اللهم ارحم تلك الصرخة التي كانت لنا وعباسا. أين من نادى وشهيدا ومظلوما. ثم قالت وضيعتنا بعدك أبا الفاضل. قالها الحسين يا زينب يا اخويا يا زينب راح اخونا، اخويا راح كان بريحة ابونا، بعد خدرك يا زينب من يصونه.